الفيديو ده هيكون دليلكم في رمضان، عشان انا عارفه على قد ما بنكون متحمسين قوي للشهر ده، على قد ما بنكون محتاسين وبنكون مش عارفين هنعمل ايه امتى، بالذات لو احنا عندنا مدرسه او جامعه او شغل. وده اخر رمضان ليا وانا طالبه، فانا متاكده ان انا عندي خبره كافيه قوي هتساعدكم عشان تعرفوا هتعملوا ايه في رمضان السنه دي. بس قبل اي حاجه عايزه اقول لكم رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله ربنا يتقبل مننا كل الحاجات اللي هنعملها الشهر ده، وان شاء الله يقبل كل دعواتكم. وطبعا ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لاصحابكم اللي اكيد هيحتاجوه. وفي الفيديو ده انا هقول لكم على كذا جدول وانتوا اختاروا ايه اللي هينفع منه. في طبعا افكار زياده عن اللي انا هقوله، بس اللي انا هقوله احسن حاجه فيه ان انتوا هتصلوا كل الصلوات في مواعيدها، وهيكون في وقت للمذاكره، وقت ان انتوا ترتاحوا، وقت ان انتوا تناموا، وكل حاجه. اول روتين انا بحسه ان هو العوده للبساطه وللفطره. هنصحى الساعه 4 الفجر، هنتسحر وهنصلي وهنقرا قرآن لحد الساعة 5 ونص. بعد كده هنكون في قمة نشاطنا عشان اوريدي احنا لسه متسحرين ولسه واكلين، فهنقعد نذاكر من الساعة 6 لحد الساعة 8 الصبح. ممكن تبقى لحد الساعة 7، ممكن تبقى لحد الساعة 9 على حسب مواعيد المدرسة أو الكلية أو الشغل. بعدها هتجهزوا وتروحوا المدرسة، هتقعدوا بقى هناك لحد الساعة 2-3 على حسب موعدكم هناك. بعدها هترجعوا، هيبقى عندكم وقت فاضي من الساعة 3 لحد الساعة 5. في الوقت ده بقى انتوا اللي هتحددوا عايزين تعملوا ايه، عايزين تذاكروا، عايزين تريحوا، عايزين تتمرنوا، عايزين تتفرجوا على حاجة، ايا كان. من الساعة 5 لحد الساعة 6 بنبتدي نجهز الفطار اللي احنا هناكله، ومن الساعة 6 لحد الساعة 7 بنفطر. بعد المغرب بقى العشاء والتراويح والقرآن. قولوا لحد الساعة 8 ونص، 9 ونص. اعملوا حسابكم ان انتوا اخركوا 10، عشان لازم 10 تناموا وتصحوا الساعة 4 عشان تاخدوا كفايتكم من النوم وتقدروا تكملوا الأيام وهكذا. الروتين التاني بقى مشابه قوي للروتين ده، بس النوم فيه مش هيكون متواصل زي الروتين الأول. فاحنا هنصحى برضو الساعة 4 ونص، هنتسحر وهنصلي، بس بعد الفجر على طول احنا هننام لحد ميعاد المدرسة أو الجامعة أو الشغل لحد 7 ونص 8، وبعد كده هنروح المدرسة أو الجامعة أو الشغل لحد الساعة 2-3. في وقت من الساعة 3-5، فاكرين الوقت اللي أنا قلتلكوا انتوا هتختاروا تعملوا فيه ايه؟ في الوقت ده انتوا كده كده هتذاكروا او هتعملوا حاجه وراكوا، عشان اوريدي الوقت اللي احنا كنا سايبينه الصبح احنا نمنا فيه. بعد كده على الساعه 5 بنكون اوريدي ابتدينا نفصل، هنروح نعمل الفطار، ممكن نقرا شويه قران، بعدها هنصلي المغرب ونفطر كده العشاء والتراويح وهكذا. قولوا ان احنا هنخلص على 9، بس المره دي احنا مش هنروح ننام، احنا هنروح برضو من الساعه 9 لحد الساعه 11. برضو انتوا هتختاروا هتعملوا ايه، عايزين تذاكروا، عايزين تتمرنوا، عايزين تتفرجوا على حاجه، ده يرجع له. بشرط ان احنا لحد الساعة 11 ونص بالكتير قوي وهننام، عشان نصحى الساعة 4 ونعيد الروتين تاني. طب لو احنا ما عندناش مواعيد الصبح، الروتين بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ ده بقى الروتين اللي انا كنت بستخدمه لما كنت في ثانوية عامة. هو روتين صعب شوية، بس خلاني ألم حاجات كتير قوي، وكان وقتي بجد منظم فيه جدا. مشكلته الوحيدة ان النوم فيه بيتقسم، بدل ما انا بنام 6 أو 8 ساعات ورا بعض، انا بنام 4 و4. فكنت بصحى برضو على وقت الفجر الساعة 4، بتسحر وبصلي، وبعد الصلاة ببتدي أذاكر لحد الساعة 8 أو 9. وبجد الوقت اللي بعد الفجر ده بيكون فيه بركة فظيعة، عشان كده أنا بستخدم دايما الروتين الأولاني خالص. الساعة 9 بنام لحد الظهر، بصحى الساعة 1 بذاكر أو أيا كان اللي هعمله لحد قبل المغرب بساعة. بعد كده قبل المغرب بساعة بريح، بقرا قرآن، بفطر على المغرب، بعد كده العشاء والتراويح. ممكن بعد التراويح تذاكروا ساعة أو ساعتين، والساعة 11 هتناموا لحد الساعة 4 وهكذا. أنا بقى كشهد زي ما قلتلكوا بحب أستخدم دايما أول روتين فيهم، عشان أنا في العادي بحب أصحى الساعة 5 وأنام بدري. فكل اللي أنا بعمله إن أنا بس بخلي الروتين بتاعي بدري شوية، فأنا بصحى الساعة 4 وبنام ساعة بدري. ممكن لبعض الناس يكون الموضوع ده صعب شوية عشان احنا بنكون صاحيين كل وقت الصيام، بس حاسة السنة دي الموضوع هيبقى أسهل بكتير عشان احنا بنصوم من الساعة 5 لحد الساعة 6، تقريبا 13 ساعة. ده غير ان الجو السنة دي الحمد لله كويس لحد دلوقتي، ومع ان انتوا تتسحروا كويس قوي وتشربوا مية في الوقت اللي انتوا هتكونوا فاطرين فيه، بجد ده هيساعدكم جدا ان انتوا يبقى عندكم طاقة باقي اليوم. كمان دايما بشوف الناس بتفضل تعيط ان هم مش هيشربوا قهوة تاني او مش هيعرفوا يشربوا ايس كوفي الصبح. مش بحس ان انا بريليت لده خالص، عشان انا اوريدي بصحى بتسحر وبشرب الايس كوفي بتاعي وبكمل اليوم زي اي يوم تاني عادي. على مدار كل السنين اللي انا قضيتهم وانا بدرس، اول روتين هو بجد انسب روتين ليا.
وانتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتس ايه احسن جدول في الجداول اللي انا قلت عليها في الفيديو ده. ولو وصلتوا لحد هنا حطوا الايموجي بتاع الهلال في الكومنتس. الاضاءه اتغيرت عشان اللايت فصل. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. ورمضان كريم وباي باي.